السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كان أسبوع صعب جدا، بدايته الحديث عن اقتصاد الحرب وتبعياته، وطبعا بعد كده اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس اللي فات. وطبعا كان الكل شايف ان البنك المركزي او بعض الناس شايفة ان البنك المركزي هيخفض الفايدة، وفي طبعا البعض الآخر كان شايف هيتم التثبيت. طيب تم التثبيت، ولكن بناء على ايه؟ ده اللي هجاوبك عليه النهارده. ولكن بعد كده شفنا ارتفاع اسعار البنزين والسولار، وطبعا ازاي ده هيأثر على الاقتصاد الفترة اللي جاية. خد بال حضرتك كمان ان احنا ختمت معانا بيوم الجمعة امبارح، شفنا الشاشة العالمية او البورصة العالمية عند مستويات تاريخية. طبعا شفنا 2721 دولار للأونصة. يا ترى كل ده هيأثر ازاي على الذهب الفترة اللي جاية؟ خد بال حضرتك كمان ان الفترة اللي جاية هتسمع عن تأجيل للمراجعة الرابعة مرة اخرى. وخد بالك كمان ان الفترة اللي جاية هتسمع ان الوكالات الائتمانية هتخفض التصنيف الائتماني في مصر، وان الفترة اللي جاية هتسمع عن تحريك لسعر الصرف في البنك. خد بال حضرتك كمان ان الفترة اللي جاية صعبة. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك ان مصر مطالبة بسداد 39.1 مليار دولار بداية من أغسطس 2024 شهر 8 اللي فات ولحد يوليو 2025 اللي جاي. يا ترى الناس اللي عمالة بتكلمني دلوقتي لو احنا معانا دهب نعمل بيه ايه؟ نضارب ولا لا؟ وطبعا الناس اللي معاها سيولة تعمل بيها ايه؟ وازاي كل اللي احنا قلناه ده هيأثر على الدهب الفترة اللي جاية؟ كل ده هجاوبك عليه، وما تنساش تعمل لايك ويلا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده بيبقى اسرع من اليوتيوب، وهسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق. كان في بعض التصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان اهمها ان مصر ممكن الفترة اللي جاية تتعامل بنظام اقتصاد الحرب. وطبعا الجملة دي كان ليها مدى واسع كبير. وخليني اقول لك ان بعض الناس قالت ان احنا هندخل حرب الفترة اللي جاية، وفي بعض تاني كان شايف ان المنطقة كلها مشتعلة في الشرق الاوسط وده هيأثر علينا بالسلب. ولكن لو فكرت في الكلمة دي لثواني هتلاقي ان مصر او صندوق النقد الدولي اجل المراجعة اللي فاتت او المراجعة الرابعة لمصر، وده كان لاسباب كتير. كان اولها ان مصر لسه هتكمل في رفع الدعم عن المحروقات، وكمان هنرفع اسعار الكهرباء. وغير كده كمان ان انت حضرتك مطالب برفع الدعم عن السلع التموينية وتحويلها لفلوس، ان انت النهاردة ترفع الدعم عن السلع دي وتحويلها المادية او تدي صاحبها فلوس بدل ما هو بياخدها دعم على السلع. طبعا كل ده كفيل انه يقول لحضرتك ان الفترة اللي جاية هي اكثر صعوبة مما فات، لان الفترة اللي جاية الارتفاعات هتبقى جنونية وهتبقى مش طبيعية وهتبقى كبيرة. علشان كده انا اكاد اجزم ان رئيس الوزراء كان المصطلح ده ما خانوش في التعبير، هو كان يقصده، لان الوضع اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص. اذا مع رفع اسعار البنزين والسولار كل حاجة هترفع، لان اي حاجة بتتحول لنقل هترفع، لان السولار رفع، وده اهم كمان من البنزين، ده رفع 2 جنيه مرة واحدة. خد بالك كمان ان كل ده هيساعد على ارتفاع التضخم. التضخم طول ما هو عندك بيرفع حضرتك النهارده في مأزق، وحضرتك النهارده عندك أزمة. وده ياخدنا للنقطة التانية، اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس اللي فات. الكل كان بيترقب الاجتماع ده، وفي قطاع كبير كان شايف ان البنك المركزي المصري هيخفض سعر الفايدة، وكان في قطاع تاني كان شايف ان هو هيثبت سعر الفايدة. وانا كنت مع القطاع اللي شايف تثبيت سعر الفايدة وليس التخفيض. ولكن خليني اقول لك على اي اساس كنت شايف ان هو هيثبت. خليني اقول لك بعد تأجيل مراجعة الصندوق للمراجعة الرابعة، اذا الصندوق عايز ارتفاع اسعار، ملهاش حل تاني. طبعا مع ارتفاع الاسعار خليني اقول لك ان التضخم كده كده هيزيد، اذا حضرتك لازم تعمل حاجتين: ارتفاع المرتبات وارتفاع المعاشات. لما ترفع ده الفلوس هتزيد في ايد الناس. ولكن خليني اقول لك ان ارتفاع التضخم الفترة اللي جاية من مصلحة حضرتك ان البنك المركزي يثبت الفايدة على الاسعار الحالية. خلي بالك ان هو لو خفض الفايدة الفلوس هتخرج من البنوك والتضخم هيزيد هو كمان، بس بقى بطريقة جنونية. الناس حاطة فلوسها في البنك لانها معتقدة ان 27 في الوقت الحالي وال30% هم دلوقتي بالنسبة لهم دي اسعار فايدة عالية. ولكن لو خفضها الناس هتسحب فلوسها من البنوك وترجع تاني تدور على الذهب وترجع تاني تدور على العقار والدولار، وبالتالي هيحصل أزمة في السوق. ولكن خليني أقول لك إن الأزمة كده كده جاية، لأن كده كده في اجتماع واحد اللي جاي، أو في فلوس هتتفك في شهر واحد اللي جاي،
وكده كده لو البنك المركزي المصري ما رفعش الفايدة الفترة اللي جاية الناس هتسحب فلوسها من البنوك، وانا مش مع ان البنك المركزي المصري هيخفض الفايدة في القريب العاجل. طبعا وفي الوقت الحالي شايفين اسعار الذهب مرتفعة، والشاشة العالمية مسجلة مستويات 2721 دولار للأونصة، وطبعا سعر عيار 21 مسجل عند حضرتك 3690 جنيه، وده طبعا السبب فيه ان وصول الشاشة العالمية لقمة جديدة. خد بال حضرتك ان في سؤال دلوقتي بيجي لي كتير، لو انا معايا ذهب عايز اضارب هل الوقت الحالي مناسب للمضاربة ولا لا؟ خليني اقول لك انا ضد المضاربات في الوقت الحالي. حافظ على ذهبك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، بقول لحضرتك حافظ على ذهبك، ده مش وقت مضاربات. انا ضد المضاربات في الوقت الحالي. ضارب في سنة عام 2025، خد بالك ان شهر 10 و11 و12 و1 و2 الخمس شهور دول فارقين جدا ومهمين جدا جدا جدا. علشان كده حافظ على ذهبك الفترة اللي جاية، وخد بالك ان الذهب استثمار متوسط وطويل الاجل. يعني حضرتك النهاردة لو معاك سيولة وعايز تشتري، ما تقوليش دلوقتي انا ممكن اشتري دلوقتي عشان ابيع في واحد او ابيع في الاتنين اللي جاي واكسب. خليني اقول لك ان الفترة اللي جاية احداثها كتير، بمعنى خد بالك النهاردة لو حصل صفقة سعودية مع مصر في راس بناس ودخل دولار الفترة اللي جاية، مش هقولك ان الدولار هيرجع يريح وينزل وينخفض، هقولك لا، على الاقل الفترة الحالية هتطول شوية وهتفضل مستقرة. يعني ممكن نيجي علينا شهر 4 و5 اللي جاي احنا في نفس الوضع، مفيش ولا طلع ولا نزل، مفيش. اللي بيتحرك في الذهب دلوقتي هو الشاشة، وهي دلوقتي المتحكمة في الذهب مش سعر الدولار. خد بالك طالما الوضع مستقر، وانا بكلمك طالما دلوقتي مستقر، مفيش فيه خوف ولا قلق. الخوف وقلق لو حصل مشكلة في الدولار جوه البنك، ولكن على اقصى تقدير حصل لحضرتك زاد الدولار كمان، الأونصة وصلت ل 3000 دولار الفترة اللي جاية، عيار 24 أو عيار 21 عشان ده أكتر عيار متداول في مصر، ممكن يوصل معاك ل 4 و400. عشان كده خد بالك إن أنت النهاردة لو عايز تشتري ذهب الفترة اللي جاية، اشتري على مستويات واشتري على متوسطات، مش لازم تشتري كله مرة واحدة. وخد بالك إن المدخر بيشتري لفترات طويلة، وابعد عن المضاربة وحافظ على ده. وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.